وانت عرفت منين ان هو زعلان مني؟ وارده زعلان زعل عادي. انا سمعته من يومين بيقول انه مش طايقك ومش عايز يشوفك ماشي على وش الارض من اصله. ما تقول يا سيد سمعت ايه؟ وعدني الاول الموضوع ده يفضل سر بيني وبينك. حاكم ساعة الجد يا باشا، الغلابه اللي زينا هم اللي بيتفعسوا. يا سيد ما تقول يا سيد ما تخلص. طب اتفضل، لسه ما حكيتلكش حاجه وهتاكلني. امال لما تعرف. يوه احلف احلف يا باشا ان الموضوع ما يخرجش بره الاتنين دول. للدرجه دي؟ للدرجه دي؟ اه يا باشا للدرجه دي. ولدرجه كمان ان بسنت هانم ما تعرفش. بسنت؟ استغفر الله العظيم يا رب، بس انا ايه اللي دخلني في جو الاسر ده؟ سالم بيه وبسنت اتفقوا عليك يا باشا. اتفقوا عليا في ايه؟ احلف الاول. ورحمة ابويا وامي ما في حد هيعرف الموضوع ده، بس احكي يا سيد. استغفر الله العظيم يا رب. من يومين سمعت سالم بيه بيقول لسليمان خد باسم واطلع بيه على اليخت، يعني اكنه عامل لك يوم بحر وكده، وهناك اخلص منه عشان يبعد عنه الشبهه. انت زعلتهم في ايه بس؟ لا مش معقول، مش معقول. اقعد قول مش معقول بقى وقضيها استغراب لحد ما هتلاقي سليمان جاي يفسحك الفسحه الاخيره. انا بفكر معاك بصوت عالي يا باشا، يعني بقول لك ايه، ما كنت بره البلد انفد بجيلتك، دي ناس مش سهله. ما ينفعش يا سيد، ما ينفعش. انا مصدقت رجعت بلدي وما ينفعش اخرج منها. ايه عليك طرف كندا؟ على حكم، ولو رحت المطار اكيد هيقبضوا عليا. حكم؟ هو الحكم ده طالع باسم مين سعادتك؟ باسم انا يا سيد طبعا، هيكون باسم مين يعني؟ اللي هو ايه يعني سعادتك؟ باسم غانم الجرحي. ومين قال ان باسم غانم الجرحي هو اللي هيسافر؟ امال مين؟ راجي رفيق نجيب. ينفع؟ ينفع، بس لازم افهم. بسيطة، احنا هنضرب جواز سفر ونغير شوية في الشكل، شنب سكسوكة، سعادتك تخش المطار معزز مكرم، تركب طيارتك وتوصل البلد اللي انت عايزها باشا. طب مين بقى اللي هيضرب الباسبور ده؟ بياخد له وقت قد ايه؟ لولا انك غالي عندي انا ما ادخلش نفسي في الامور اللي زي دي، بس لو الفلوس اتوجدت بكره كل حاجه تبقى عندنا يا باشا. فلوس ايه؟ 20,000 جنيه وجواز السفر والفيزا يبقوا عندنا بكره. منين يا سيد؟ 20,000 منين يا سيد؟ ما انت عارف. بقول لك ايه، هي الساعه دي بكام؟ 10:30. لا ساعتك سمعتني غلط، الساعه دي بكام مش كام. الساعة دي تعمل لها 50,000 جنيه يا سيد، لو محتاجها يعني خدها. هنشوف، احنا نوديها اللي يقدرها صح واحنا ونصيبنا بقى، بس انا حاسس انها ارخص من كده. اوعى تطلع مضروبه زي الجواز. والله اصل يا سيد، مع اني شايفها في جامعه الدول ب 500 جنيه. والله اصل يا اخي. اه ألف مليون حمد لله على سلامتك يا هانم. الحقيقة أنا مش عارف أقول لك إيه، بس أكيد سالم بيه هيبقى سعيد جدا إنك نفذت رغبته وما بلغتيش البوليس، وهيحفظ لك الجميل ده. هو إحنا عندنا أغلى من سالم بيه؟ صباح الخير يا فندم. صباح الخير ايه بقى؟ بعد ما ضيعت عليا الطياره. طياره ايه سعادتك؟ كنت نازله مصر اجيب هدوم لوجيه.
انا اسف جدا. معرفش ايه اللي ما خلانيش اسمع المنبه مع اني ظبطه امبارح بايدي. امبارح اصله كان يوم طويل جدا وختم بمصيبه في الاخر. مصيبه؟ مصيبه ايه؟ بيقولوا في واحده اسمها مها اتضربت بالنار امبارح في الفيلا بتاعتها والدنيا اتقلبت. استنى مها؟ قصدك مها فرغلي؟ معرفش بصراحه يا فندم، بس هي ساكنه في 412 في القريه الثانيه. يا نهار ابيض. طب ومين اللي ضربها بالنار؟ وليه؟ وايه اللي حصل؟ ومسكوا اللي ضربها بالنار ده ولا لا؟ ما ترد عليا. رد على ايه ولا ايه سيادتك بس؟ طب قولي بس الاول، انت عارف هي فين دلوقتي؟ ايوه عارف طبعا، في المستشفى الخاص اللي جنب السوق القديم. طب يلا نروح نطمن عليها ونزورها. اهو الواحد يعمل الواجب اللي عليه، خصوصا ان حالتها خطره قوي. على فكره انا ما قلتش ان حالتها خطره يا فندم، بس واضح ان في معزه خاصه يعني. مها دي اكتر من اختي. ربنا يديم المعروف يا رب. انا اعرف ان زياره المريض صدقه. نروح يا فندم وها برضه ناخد ثواب. طب يلا نلحقها قبل ما تموت واحنا بنتكلم. ما شاء الله، حب اكتر من الاخوات والله. انت هتجنني؟ امال انت بتبعته تجيبه يقعد معاك ليه؟ بتكلموا في ايه يعني؟ باسم انت سامعني؟ ايوه بس انت سامعك واحده واحده. انت مش بعتي له قلت له الاوفر اللي عندك خلاص. انا ما بتكلمش عليا، انا بتكلم عليك انت. خليته يجي يقعد معاك هنا ليه؟ وبعدين ايه ده؟ باسم انت مخبي عني حاجه؟ هخبي عنك ايه بس يا بسنت؟ انت شارب مخدرات؟ يوه ولا حاجه. عموما لما تفوق وتركز ابقى كلمني. بس انا عايزه اقول لك حاجه ومن دلوقتي، ان انا مش هتعامل مع سيد ده لوحدي، انسى. حاضر هنسى. خدي وقتك ساعتك، انا هستناكي هنا لحد ما تخلصي. ربنا يا رب يجازيكي كل خير على اللي بتعمليه يا فندم. أهلا بالقمر. سلامتك يا حبيبتي، الف سلامه عليكي وحمد لله على سلامتك. ده مين المجنون المؤذي اللي عمل فيكي كده عشان كنت اديله الورد بدالك؟ كل ده عشان ما ارتديش بيه؟ ما انت عارفة اهو. لا هو انا عارفه، لكن اللي مستغربه له انت ازاي ما عرفتيش؟ ايه وانت بتشربي فنجانك الصبح ما شفتيش ان في حد هيموتك اخر النهار؟ مش مستغرباكي على فكرة، زي ما شفتك بالظبط، زي ما توقعتك. ايه شفتيني وانا جايه لك عشان كده ما اتفاجئتيش؟ اوعي تشكي ان انا جايه شمتانه فيكي. انا جايه عشان كده فعلا، عايزاكي تتاكدي. طب الحمد لله.